مش لا احلف ولا الكلام ده، ولكن العربيه اولا صوت المحرك بتاعها اللي الناس بتخاف منه، بتقول لك عشان ديزل، مفيش الكلام ده. العربيه نزلت مصر كتير كتير جدا وحققت نجاح جامد جدا ومحدش اشتكى منها. واللهم لك الحمد، يعني احنا نزلنا منها عدد كبير. يعني عربيه اللي اجيبها لكم اليوم تحفه. عربيه طقم الجنط الكبير، جنط سبور مقاس 17. العربيه ليد امامي ليد خلفي كامله فول اوبشن، اعلى مواصفات، فتحه سقف، حساس امامي حساس خلفي، اوتو بارك. العربيه فيها اوتو بارك، كرسيين كهرباء، تسخين بقى، كل الاوبشنات بتاعتك، مثبت السرعه وكل الاوبشنات يا معلم. عيش بقى. العربيه اللي معانا دي حاله دكر بجد، عربيه محترمه جدا وباللون الاسود، الفخامه طبعا على العربيه المرسيدس ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك له اللي هتكون من نصيبه ويعطيه خيرها ويكفيه شرها. هصور لكم العربيه، بس انا عايز اوريكم البادي بتاع العربيه، وقفه العربيه نشوفها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. ده البادي بتاع العربيه، وقفه العربيه زي ما احنا شايفين، وحش واقف. العربيه بصوا يا جماعه عشان تعرفوا احنا لما بنيجي نفحص، لان انا شفت كتير جدا ناس بيشتروا العربيه المرسيدس والفحص، يعني العربيه المرسيدس طبعا بتكون كلها بالكامل فبر. طب يا جماعه انت العربيه كلها فبر بتعمل ايه؟ لا، انا العربيه دي لما باجي اشتريها لحضرتك انا الفبر ده كله شايله، انا شايل، انا كنت مفكك العربيه دي بالكامل. العربيه دي كلها كانت متفككه، كل الفبر ده كان متفكك عشان خاطر اعرف اشوف لك الاجنحه من جوه يمين وشمال، هل الاجنحه مشغوله فيها شغل ولا كلا او لا. يعني ان العربيه بتيجي الحله بتاعت العربيه دي كلها يا جماعه، عشان بس الحاجه اللي كانت في العربيه دي بتبقى فبره متمسمره من هنا كده، انا الفبره دي فككها، يعني انا فكك لك الفبره دي عشان افحص لك العربيه. العربيه دي انا بتاخد مني في فحصها مش اقل من ساعتين، يعني العربيه احنا بنفحصها كلها على بعضها في نص ساعه وما بتاخدش وقت اكتر، وما بتاخدش كمان الوقت ده. بس انا العربيه دي عشان افحصها لك انا كنت مفكك كل ده، تمام؟ يعني دي نقطه انا حابب اوضحها للناس عشان الناس بتتكلم، لان في عربيات نزلت من هنا وطلع فيها جناح وطلع فيها مشاكل بسبب ان كان سعرها رخيص، وبعدين ده حصل مشاكل بعد كده. العربية المرسيدس فحصها بيختلف تماما كليا وجزئيا عن العربية الكوري، مختلفة كليا. العربية زي ما احنا شفنا النص الخلفي للعربية كله متبطن بفبر، يعني اللي بيجي يفحص العربية ويبص كده يتفرج عليها زي ما احنا بنبص على العربية الكوري على الذنب، مفيش هنا حتى الباب اللي بتفتح منه وتشوف الجناح من جوه، لا، حتى الباب اللي هنا مش هتعرف تشوف منه الجناح بحق الله. لازم تفك الفبر بتاع العربيه ده بالكامل، والحله بتاعت العربيه ما بتشوفهاش غير لو فكيت الفبر بتاعتها، تمام؟ يعني الابواب اللي موجوده هنا دي انت ما بتعرفش تشوف منها الجناح. دي بس كانت حاجه سريعه حبيت انوه عنها. نتفرج بس على عربياتنا مع بعض، نقول بسم الله ما شاء الله. الله يبارك للي هتكون من نصيبه ويعطيه خيرها ويكفيه شرها ما شاء الله تبارك الرحمن. يا جماعه اللون الاسود بالذات، اللون الاسود اللامع ده، في لون اسود آتم بيكون مقفول وفي لون اسود لامع زي ده، من افخم الالوان اللي ممكن تيجي على العربيه المرسيدس ما شاء الله تبارك الرحمن. العربيه زي ما قلنا كامله فل مواصفات، فتحه سقف، مثبت سرعه، حساسات باركينج، اوتو بارك، فيها كل شيء. طبعا احنا هنعمل الفيديو بقى كده صامت ونتفرج مع بعض. ميموري سيت طبعا، هنا التريحه بتاعت الرجل معلش نسينا ننضفها من جوه، كرسي بالكامل ما شاء الله. هنا تطلع بالراس بتاعت الرقبه كده تنزل بيها، كهرباء برضو ما شاء الله. دلع يا جماعه دلع. الالماني غير برضو، الالماني غير والله. السنتر لوك موجود في الباب السواق والباب اللي جنبه. الاربعه ازاز كهرباء، تضغط بس كده تلاقي الاربعه ازاز فتحوا معاك اوتوماتيك. الاربعه ازاز طبعا هم كهرباء بس اوتوماتيك، ضغطه واحده الاربعه ازاز قفلوا معاك، مش ازاز السواق بس لوحده يعني. عندنا المرايات الضم والتحكم في المرايات يمين وشمال، برضو شكله شيك قوي التحكم بتاع المرايات. بصوا كده يعني فخامه يا جماعه. حتى زرار ضم المرايات، بصوا الزرار بتاع ضم المرايات. لا بصراحه الالماني في حته ثانيه. عربيه ما شاء الله تبارك الرحمن. العربيه طبعا بتيجي شفتات طاره، دي كامله اعلى فئه، شفتات طاره، تحكم كامل بسم الله ما شاء الله. العربيه بصمه داخليه، الفتيس بتاعنا، مثبت السرعه، تحكم في الاضواء، تحكم في المساحات، والتحكم معانا كمان في اسمه يا ربي الاضواء والمساحات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعذرونا يا جماعه، احنا دي او تقريبا رابع او خامس عربيه بنصورها النهارده، فالواحد استهلك خالص. هنا عندنا الدرايف مود زي ما احنا شايفين، انظمه سواقه مختلفه. عندك في ايكو وفي كومفورت وفي سبورت وفي سبورت بلس، يعني عيش بقى طير بالسبورت بلس على الطريق. السبورت بلس دايما زي ما احنا عارفين بيكون لونه احمر، كل نظام سواقه
بيدي لون مختلف للعداد وللشاشه زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. طبعا هنا عندنا الماوس بتاع العربيه التاتش، تتحرك بقى في الاعدادات بتاعتك، البلوتوز، الميديا، كل حاجه تطلع تنزل، بيبقى تاتش تطلع وتنزل وتتحرك يمين وشمال. عندنا هنا الاوتو ستوب، وعندنا الحساس الامامي لو انت عايز توقفه، وعندنا هنا التحكم في الصوت. حتى التحكم في الصوت يعني الزر بتاع التحكم في الصوت جميل تحفه. تكييف العربيه ثلاجه بمعنى الكلمه. هنشوف الاضواء الداخليه بتاعت العربيه تحفه يا جماعه، عامله زي ما يكون كريستال كده. حتى شكل النضاره، الحامل بتاع النضاره. هنا عندك التحكم في اضواء الابواب والاضواء بتاعت العربيه الداخليه من جوه كلها برضو حاجه شياكه قوي. شايفين هنا عندنا المرايه التعتيم بالضوء اللي فيها. بص موضوع فخامه. الكتالوجات بتاعت العربيه شفناها مع بعض في الشنطه، وعده السيفتي كامله اللي هو السيفتي فيست اللي هو الجاكيت اللي بتلبسه عشان على الطريق لو انت واقف على الطريق او اي حاجه، وكل الكلام ده. هنا التحكم بالكامل في التكييف زي ما حضراتكم شايفين. عندنا نشوف مع بعض كاميرا الباركنج مع الحساس الخلفي. العربيه طبعا لان الباب مفتوح، يقول لك انت واخد غيار دلوقتي وفي باب مفتوح، فزي ما احنا شايفين كده